عبد الله الحسيني من عمان بارك الله فيه يقول: لدي والدي كبير في السن تجاوز 70 عاما، لدي علم شرعي، لكن للأسف اكتشفت أن لدي علاقات محرمة ويتواصل مع نساء، وذلك من خلال جواله. نصحته عند اكتشافي للأمر بكل أدب واحترام لما للوالد من مقام، لكن للأسف عاد مرة أخرى. أرجو أن توجهني. أخي الفاضل عبد الله من عمان بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا كنت قد تجسست على الوالد ابتداء فقد ارتكبت خطأ كبيرا ووقعت في إثم عظيم. فالله جل وعلا نهى عن التجسس، نهى عن التجسس. يقول جل وعلا في كتابه العظيم: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد نهى عن جملة من الأخلاق، قال: ولا تجسسوا، وفي لفظ: ولا تحسسوا. فإذا كنت أنت بدأت بفتح جواله وبتتبع أخبار الوالد واكتشفت هذا الأمر فأنت آثم، أنت آثم. كشفت شيئا قد ستر الله على أبيك، وتغيرت صورة والدك في ذهنك وفي نفسك بعد أن كانت يعني صورة عظيمة، والوالد يمثل قدوة لك، وهذا سببه ماذا؟ هذا الذنب، أنك تجسست. ولذلك بعض الأولاد، بعض الزوجات، بعض الأزواج أيضا لديهم هذا التجسس والعياذ بالله من خلال تتبع مثلا فتح المحمول، التفتيش في الجيب، في الأوراق، في المحفظة. هذا لا يليق بالمسلم، وهذا عواقبه سيئة. فكم من امرأة اكتشفت شيئا خطأ أو إثما في محمول زوجها وانتهت العلاقة بالفراق، ثم ندمت المرأة لأن الزوج هذا لديه حسنات كثيرة، لكن هي وقفت على هذه السيئة وهدمت هذا البنيان. ولذلك يا أخي الفاضل أخطأت وتب إلى الله عز وجل. تقول لي: لا، أنا ما قصدت وما تعمدت، لكن ظهر هكذا أو شيء، هذا بينك وبين الله عز وجل. الأمر الثاني: قف عند هذا الحد، قف عند هذا الحد، وإياك أن تستمر في هذه القضية، وإياك أن تستمر في متابعة الوالد وفي التجسس على الوالد وفي إساءة الظن بالوالد. إياك، الشيطان حضر الآن بينك وبين الوالد. اتق الله، اتق الله. عند الوالد عمره 70 سنة، يحمل علم شرعي واضح، عنده نضوج وعقل وكذا، ومسؤول عن نفسه أمام الله سبحانه وتعالى. هو مسؤول عنك أنت، لكن أنت لست مسؤول عنه. أنت أديت الذي عليك، نصحت الوالد وذكرت الوالد وقال لك إن شاء الله، واكتشفت بعدين. كيف اكتشفت يا أخوي الفاضل؟ كيف اكتشفت؟ أكيد بالتجسس. ما أعتقد المسائل هذه تأتي بالصدفة. ولماذا ما أحسنت الظن؟ قد يكون الوالد متزوج مثلا ولا يريد أن يخبركم مثلا. فلذلك يا أخي الفاضل قف عند هذا الحد فقط، ومارس حياتك بشكل طبيعي، وتعامل مع والدك بتعامل الابن البار مع أبيه. وإياك أن تفتح على نفسك أبوابا يدخل منها الشيطان، وربما يعني أفسد العلاقة بينك وبين والدك والوالد في مثل هذا السن، في عشر 80 الوالد الآن، بتقول لي بلغ 70 أو أكثر من 70، في عشر 80. فاتق الله وقف عند هذا الحد. أنت طلبت نصيحتي، هذه نصيحة، تمسك بها. وإياك أن يقول لك شيطان، لا، يقول لك الشيطان ابحث، افعل، تجسس. قف عند هذا الحد، واحرص على أن تبر والدك. احرص على أن تبر والدك، وأن تستكتم هذا الأمر، وأن تدفن هذا الذي وقفت عليه، حتى تبقى صورة الوالد يعني صورة مشرقة في نفس جميع أولاده. بارك الله فيك.